فاش فقت من الغيبوبه اللي كنت فيها سولين هذوك الربعه اللي معايا في الدار وقالوا لي شنو درتي فاش كنتي في الطواليت. انا قلت لهم بلي انا ما عقلتش شنو وقع. لقيت واحد السائل خويتو عليا وبقيت كنغسل به فيه واحد الريحه زوينه واللون ديالو كحل. من بعد قبل ما نخرج بانت لي واحد الكتابه باللغه ديالي وشكيت انه علاش في المانيا وفي تواليت مكتوبه كتابه بالعربيه. هما قالوا لي وكيفاش درتي باش قريتي هذيك الهضره. انا قلت لهم بلي بخلاصه القول هذيك الهضره بقيت كنقرا فيها وكنجهر بها شويه ما بقيتش عاقل على راسي. هنا فاش كنضرب على راسي كنلقى راسي عريان وما لابس حتى شي حاجه. قالوا لي بلي هذاكشي اللي درتي فهو المفتاح والدخله للعالم ديالنا. وقلت لهم منين جا داك الدم اللي كان ملطخ به وجهي. قالوا لي بلي انت دخلتي عندنا العالم ديالنا وتسجلتي وليتي عابد من الشياطين. وداك الدم قلت لهم جاوبوني ديالاش داك الدم. قالوا لي بلي داك الدم ديال القرين ديالك كان كيحارب باش انك ما تدخلش لهذا العالم هذا، ولكن داكشي اللي دهنتي كاملو وديك الطلسم اللي قريتي بواحد اللغه اللي عاليه بزاف خلاك انك تكون واحد منا دابا. انا سولتهم وقلت لهم القرين ديالي شنو واقع ليه دابا. قالوا لي بلي للاسف القرين ديالك دابا داخل في واحد السبات ودابا ما عندك حتى شي حمايه ضد العالم اللي دخلتي ليه. هو اللي كان كيدافع عليك ديما من هذا العالم هذا وحذرك شحال من مره. قلت لهم ولكن انا درت هذا الشيء عن غير قصد مني. قالوا لي دوماج هذا العالم هذا ما كيعرفش عن قصد ولا عن غير قصد. انت كنتي من شحال هادي وانت كتمنى انك تكون في هذا العالم هذا وتكون بيننا. العالم ديالنا غادي يوفر لك الظروف كامله كيف ما وفر لك الظروف باش تجي لعندنا وباش تسكن في هذا الحي هذا وفي هذه الدار هذه بالضبط. في البلاصه غادي نبدا نسمع واحد الهمس في ودني كيقول لي كنتي باغينا احنا جينا حتى لعندك دابا. نطو بديت كنغوت وكنقول لهم لا انا ماشي تسطيت. قلت لهم واش نتوما سمعتوا هذا الشيء اللي سمعت انايا؟ بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وقالوا لي شنو سمعتي. قلت لهم سمعت واحد الشخص كيقول لي هذا الشيء. قالوا لي من الاحسن اننا نخرجوا نجيبوا شي دوره حيتاش هما كاينين هنا دابا خارجين وحنا مبعدين من داك القنت. قالوا لي بلي الا بقينا في الدار تقدر توقع شي حاجه لك. قالوا لي انت قريتي ديك التعويذه وغسلتي بداك البرودوي وهذاك البرودوي راه كان جاي من العالم الاخر وباش تخرج من هذا العالم هذا راه ماشي بهذه السهوله هذه وغادي ياخذوها بحال شي احتقار لهم وغادي يحاولوا ينتقموا منك في اقرب وقت. والحاجه الوحيده اللي يقدروا ينتقموا بك منها الا قربتي انك تهرب من هنايا هما غادي يقتلوا القرين ديالك وبمجرد ان القرين ديالك غادي يموت حتى انت غادي تموت. قلت لهم بلاتي نتوما دخلتوني في هادشي ديال القرين ودخلت معاهم انا راه ماليا حتى شي حاجه في هادشي. راه جاي الله ما كنت كنقرب غير على بيت باش نكرا فيه وباش نسكن فيه. شنو وصلني انا لهادشي وشنو وصلني انني انا معاكم؟ سكتوا قالوا لي من الاحسن اننا نبدلوا هذا الموضوع هذا وما ندويوش فيه. بقينا كنتمشاو شحال حتى مشينا لواحد البحيره وفي هذيك الوقيته بالذات كان كيطيح شويه ديال الشتاء. ديك البحيره فيها بزاف ديال الناس وفيها بزاف ديال الناس جالسين وشاعلين شمع وجالسين وكيدويو مع بعضياتهم. بقينا حتى حنا كندويو مع بعضياتنا وبقينا كندويو في مواضيع اخرى من غير الموضوع اللي جابنا لهنايا اصلا. واحد شويه بدا كظلم الحال والشتاء بدات كثيره. الربعه اللي انا معاهم واللي ساكنين معايا في الدار قلت لهم واش ما غنمشيوش ولا الشتاء راه خيت من السما في البلاصه ما كاملاش حتى 20 ثانيه غادي نكونوا في زقنا كاملين. جاوبوني وقالوا لي لا ما يمكنش نمشيو دابا للدار. قلت لهم علاش؟ قالوا لي باللي الاخرين اللي حنا معاهم هما اللي كاينين في الدار والدار دابا راه عامره وكاينين فيها شي ناس اللي خصهم يبقاو فيها وبوحدهم. قلت لهم وكيفاش واش هذا شي قانون جديد في هذه الدار هذه؟ قالوا لي قلت لهم تسناو عرفتوا شنو انا جبت التليفون ديالي ديك الساعات ودرت النمره ديال داك خونا وبديت كنصوني ليه. الاخرين بداو كيشوفوا فيا وكيقول لي شنو كدير وقلت لهم انا بلي غادي نخرج من هاد الدار هذه كيفاش شي وحدين اخرين كاينين دابا في الدار نعس فوق البيرات تحس ليا من هاد الحياه هذه وغير ما ندبر على شي كرا واحد اخر. قالوا لي شنو كدير؟ قلت لهم باغي نعيط على مول الكرا اللي كاري عنده ما بقيتش بغيت نسكن في هاد الدار هذه. واحد فيهم هو يشد راسو قال لي واش انت تسطيتي واش انت حمق؟ قالوا لي انت ما يمكنش تخرج من هاد الدار هذه وغادي تخرج في نهارك انت راك دابا كتحقر منهم وكتنقص منهم وبزاف وهاد الحاجه هادي غادي تادي بك الموت ديالك والهلاك ديالك وانت اصلا عمرك ما يمكن لك تخرج من هذا العالم هذا سوا دابا سوا من بعد. بقيت شاد راسي وبقيت كنتعجب وكنقول واش شنو هذا الشيء. قالوا لي بلي خصك تقبل حتى حنا طرا لنا بحال هكا في الاول وبداو كيعاودوا لي على القصص ديالهم وهما المانيين ولكن كل واحد فيهم جاي من قنت في الالمان. اللي جاي من الجنوب اللي جاي من الشمال اللي جاي من يعني كاملين تلاقوا في ديك الدار. قالوا لي بلي هذيك الدار ساكنين فيها تقريبا 4 سنين هذه. قلت لهم هما قبل؟ قالوا لي بلا ديك الدار كانت خاويه ل 30 عام وعمر شي واحد حط فيها رجليه
وحنا جينا وحنا نقادوا وحنا سكننا فيها. فاش بقينا سكننا فيها بدينا كنشوفوا واحد الظواهر اللي غريبه بزاف. قلت لهم بحال اش هاد الظواهر هادو؟ قال لي باللي كنا كنعسوا وكنلقاو الفطور كامل واجد، وانا شديت راسي وبديت كنشوف فيهم. كملوا هذوك الدراري وقالوا باللي حنا كنا واخدين هادشي غير بالضحك، وكنا كناكلوا من هذيك الماكله. دازت المده ديال 3 شهور تقريبا وحنا كناكلوا كاع ديك الماكله اللي كنا كنلقاوها موجوده بلا ما نطيبوها. بالعكس بعض المرات كنا كنخرجوا وكنجيو كنلقاو الماعين مجموعين، الدار مغسوله، يعني الدار مشطبه كل شيء. وقلت لهم هي وشنو درتوا من بعد؟ مرة 3 شهور ما خرجنا من هذيك الدار، كل واحد ولات كيطراو ليه واحد الحوايج اللي غراب بزاف. قالوا لي من الاحسن ان ما نعاودوش لك كاع هاد الحوايج هادو اللي كانوا كيطراو لينا، حيت غادي تصدم ديال بصح. قلت لهم غير قولوا لي واحد فيكم يقول لي شي حاجه. دوات واحد الدريه سميتها ايميلي، دوات وبدات قالت لي واحد النهار انا لقيت راسي واحد النهار في ديك طلع فوق هذيك اللعيبه اللي كيبنيو بها. قلت لها شنو كيفاش شنو هاد الحاجه؟ قال لي ديك اللعيبه اللي كتكون موراها شي حاجه وكيهزوا بها داك الشيء ثقيل. قلت لها واش ديك الطويره اللي كتكون صفراء؟ قالت لي قلت لها وشنو وصلك تما؟ قالت لي بلي واحد النهار كنت ناعسه في بيتي حتى لقيت راسي فوقها وكنت غادي نطيح من فوقها. ترونات ديال بصح وجاب البومبيه وجاو البوليس وبداو كيسولوا فيا كيفاش طلعتي حتى لتما وانا ما عارفه حتى شي حاجه. مورها دخلت للمصحه ديال الامراض العقليه. الاخرين غرشت فيهم وقالوا لي من الاحسن اننا ما نعاودوش لك كاع القصص ديالنا، حيت القصه اللي عاودت لك ايميلي دابا هي اسهل قصه فيهم كاملين بالنسبه لذاك التعقيد ديال القصص اللي عشنا حنايا. قلت لهم شنو وقع لكم ديك المده اللي كنا عايشين فيها وكنا كناكلوا داك الشيء اللي كانوا كيقدموا لنا الناس اللي من العالم الاخر؟ داك الشيء ما كانش مجرد هكاك، وداك الشيء داروه باش يصدرجونا للعالم ديالهم، باش ياخذونا احنا كبوابه باش يرجعوا لديك الدار وباش يجيو يتحكموا فيها من جديد، حيت ما يمكنش هما يكونوا في ديك الدار الا ما كانش مسكونه. انا بديت كنشوفهم قلت لهم على المعارف اللي عندي انهم الدار ما خصش يكون فيها حتى شي واحد باش هما يسكنوا فيها. ما فهمتش هادشي كتقولوا. قالوا لي لا هادشي ما كينطبقش على هاد النوع ديال الناس اللي من العالم الاخر اللي حنا كنتعاملوا معاهم. سولتهم وقلت لهم دابا هما كيفاش قاموا بالاستدراج ديالكم نتوما وكيفاش عاودوا خرجوا مره اخرى لديك الدار وعلاش هما واحدين في ديك الدار؟ جاوبوني وقالوا لي بلي تحت هذيك الدار كاينه واحد الجثه مدفون واحد الساحر الالماني، الجثه ديالو مدفونه تحت 15 متر من ديك الدار. بطبيعه الحال بزاف ديال الناس قرروا انهم يجبدوا ديك الجثه ولكن ما قدروش. داكشي علاش في الدخله ديال الكوزينه ديالنا كاين واحد الباب في تحت الارض. داك الباب راه ما كيدير حتى شي بلاصه وانتم عارفين ان ديك الدار ما فيهاش لاكاف حيت مبنيه غير فوق الارض عادي، ولكن داك الباب كيهبط لعند ديك الجثه بالذات. الناس فين ما كيوصلوا ل 10 متر وكيبداو يسمعوا واحد شي غوات وكثير بزاف، يعني كيطراو لهم شي حوايج اللي خايبين ديال بصح. قلت لهم هذيك الحفره واش نازله 15 متر كامله؟ قالوا لي لا نازله غير 10 متر. قلت لهم وعمركم حاولتوا تنزلوا لتحت باش تغرقوا لتحت باش تقدروا تجبدوا ديك الجثه؟ قالوا لي لا. وحده فيهم هزات المكانه ديالها وقالت لنا باللي دابا هذوك الناس راه ما غاديش يكونوا في الدار ونقدروا دابا نمشيو ليها. قلت لهم واش دابا هما فاش يكونوا يخرجوا للدار خصنا حنا ما نكونوش فيها؟ قالوا لي قلت لهم وإلا بالصدفه كنا تما شنو غادي يطرا كاع بالسلامه؟ قالوا لي داكشي اللي غادي تشوفوا ما غاديش تستحملوا عينيك ويقدروا يوقعوا لك شي حوايج خايبين ديال بصح. قلت لهم بحالاش؟ قالوا لي من الاخر انك تفروح وتصطا. قلت لهم واش هادشي فايت واقع لشي واحد فيكم؟ نقز واحد الدري فيهم وقال لي هادشي فايت واقع لواحد منا. قال لي واحد من الدراري اللي كان معنا كان كيقول لنا بلي نتوما غير كتامنوا بشي خزعبلات اللي ما كاينينش. وفاش رجعنا للدار خليناها في الدار رجعنا كنلقاوه سيد كان غادي يشنق راسو. عيطت للبوليس من ديك البلاصه والدري في واحد المصحه عقليه ونفسانيه. من ديك المره اللي شاف فيها داك الشيء بعيني ما عمر فمو قدر ينطق بشي كلمه اخرى. قلت لهم هذوك الشياطين ولا جنون علاش كيخرجوا للدار في هذيك الوقيته بالضبط؟ وعلاش اصلا ما كيبغيوش وكيبغيو الدار تكون خاويه؟ قالوا لي بلي في ديك الوقيته بالضبط كان داك الساحر كيحطهم وهما بقاو مقدمين ليه الولاء وكيحضروا في ديك الوقت اللي كان هو ديما كيدير لهم ديك الحضره في الدار وفي ديك الوقيته بالضبط. قلت لهم واش قررتوا انكم تجيبوا شي ساحر واحد اخر اللي قوي بزاف باش يقدر يخرج هذيك الجثه من تما؟ قالوا لي بلي حاولنا شحال من مره ولكن ما عمرنا قدرنا نديروا شي حاجه. من بعد ما قربنا للدار وما يقولوا لي بلي خصك تعرف غادي يطلبوا منك واحد الخدمه. قلت لهم كيفاش؟ قالوا لي بلي بطبيعه الحال كل واحد فينا كيخدم لهم واحد الخدمه وما خصناش هاد الخدمه نقولوها لبعضياتنا حيت كل واحد فينا مسؤول عليه واحد الجن اللي ديالو اللي كيتسمى بالملك ديالو. المهم مع دخلنا قالوا لي بلي خصك ضروري تلبس شي حاجه كحله. انا بديت كنشوف فيهم وطلعت بزربه مشيت عندي واحد فوقيه كحله مشيت وانا لبسها وانا نزل عندهم غير شافوني بها وما يقولوا لي
ولكن هذه قلت لهم ياك نتوما بغيتو غير شي حاجه كحله، ها هي كحله. تجمعنا على ديك الطبله اللي في الكوزينه وطفينا الضواو كاملين. بعد غادي يحطوا واحد الشمعه في الوسط وغادي يجيبوا لي لحم خضر، وقلت لهم واش هذا ديال الخنزير؟ قالوا لي قلت لهم والله لا تحط في فمي ولا لا كليتو. قالوا لي ولكن، قلت لهم ما كاين ولكن، وعطيوني شي لحم واحد اخر ناكلها. وحده فيهم غادي تحل الثلاجه وغادي تجبد واحد اللحم ديال البقري. قلت هذا اللحم ديالاش؟ قالت لي ديال البقر. قلت لها واش مذبوح؟ قالت لي قلت لهم دابا شنو غادي نديروا؟ قالوا لي دابا غادي نبداو نقطعوا في داك اللحم طريفات صغار وغادي ناكلوهم. بلا ما تخاف، راه كان مرقد لمده ديال شهر تقريبا ولا اكثر، راه غير كتحطو في فمك كيذوب، ما عندك مناش تخاف. قلت لهم ولكن علاش غادي نديروا حنا بحال هكا؟ قالت لي وحده فيهم باللي من بعد هذيك الجلسه اللي كيديروا هما كيخصنا حتى حنا نديروا جلسه ديالنا، وكنديروها معاهم حيت بجوجنا ساكنين في نفس الدار. وحده فيهم قالت لينا بلي صافي دابا بلا ما نزيدوا في الهضره بزاف وخلينا نكملوا ونديروا شنو بغينا. قلت لهم وانا شنو خصني ندير؟ قالوا لي بلي انت ما دير حتى شي حاجه غير ما تحلش عينيك. السقيل حدا ديك البلاصه اللي حنا ساكنين فيها راه ما كتسمع فيها حتى شي حاجه وما كاين حتى شي واحد. شعلنا داك الشمع وغمضت عينيا، هما بداو كيتمتموا بشي حاجه بحال الطلاسم. بقيت سقيل عرفتي ما كنسمعوا حتى شي حاجه. واحد اللحظه غادي نحس بشي حاجه كتجرني وكنقول لهم لا شي حاجه كتجرني، شي حاجه كتجرني، وما بغاش تطلق مني. وحده فيهم قالت لي غير بقى ثابت وما تحلش عينيك. اللحظه اللي يلاه بغيت نحل عيني ويا تبان لي شي حاجه اللي ماشي حتى اللي هي، وغادي ناكل احسن تصرفيقه في الدنيا. غادي ندور وغيب تقريبا شي ثانيه وبقيت واقف على رجليا وبغيت نحل عيني عاوتاني في البلاصه غادي يطفيو الشمع. وقالت لي قلت لك ما ديرش بحال هكا، غادي يبغيو ينتقموا منك دابا وغادي ينتقموا منا كاملين، اجي معايا. جراتني ديك الساعات ودخلتني البيت ديالها وجبدات واحد القرعه. قالت لي ضروري بلي خصك تشرب من الليكيد اللي كاين في هذه القرعه هذه. قلت لها كيفاش ضروري نشرب منها؟ قالت لي بلي ضروري خصك تشرب منها حيتاش غادي يجيو وغادي يبغيو ينتقموا منك، وما تسولني على حتى شي حاجه غير شرب من هذه القرعه هذه. قربت لي ديك القرعه شميت فيها واحد الريحه ديال الجيفه. قلت لها لا غير نسي، ما غاديش نشرب من هذا الماء هذا. قالت لي راه ماشي غير انت بوحدك اللي غادي تضرر وغادي تاذى منهم، راه حتى حنا معاك. وهما يتحاموا عليا وشدوني وشربوني داك الليكيد بلا ما بغيت. اش غنقول لكم اخوتي، داك الماء هبط ليا بحال الماء القاطع مع الحلق ديالي. طلعوني البيت ديالي وانا سخفان كامل وما فيا ما يتحرك. بقيت واحد نص ساعه تقريبا. عجبني لهذا الشيء كامل، عجبني. طراو لي بزاف ديال المشاكل في المغرب باش ما نجيش لهنا، ولكن انا اصريت انني نجي لهاد البلاد هذه. في البلاصه زيد التليفون ديالو خصني ندوي مع شي واحد. بديت كندوي مع الدار وقلت لهم بلي صافي راني لقيت واحد البيت اللي كنكري فيه. الوالده بدات كتسول فيه وكتقول لي كي داير داك الشيء؟ لا قلت لها بخير الوالده داك الشيء مزيان. الوالده ما كرهتش نعاود لك، كون عارفه بلي الا قلت لك غادي تقولي لي جي من غدا، ولكن ما يمكنش لي نخرج من الدار هذه على حسب ما قالوا لي هاد الربعه هادو. بقيت غير فاش ساليت لابيل بقيت غير جالس وكنحل في عينيا. الوحده، ال11، ال12، الوحده غادي تضربني الفيقه وغادي يبان لي واحد الشخص قدامي. الوجه ديالو مسلوت، عنده واحد النيف مسلوته بحال شي بنادم اللي بحال شي هيكل هضمي طويل ورقيق بزاف. اللبس ديالو كان ما كانش كيبان ليا مزيان حيت البيت مظلم بزاف، ولكن وجهه كان باين مزيان. وجهه كان صلاع ويعني ما فيه حتى شي زغبه وعيني حمرين وخارجين. انا ما قادرش نتحرك من بلاصتي بحال الا شدني بوغطاط. الاحبال الصوتيه ديالي كنحس بحال شي واحد الا ربطني وما قادر نقول حتى شي كلمه. بقيت كنشوف فيه بحال هكا وانا مخلوع بواحد الدرجه كبيره بزاف، وبديت كنترعد والجسد ديالي ما قادر نحرك فيه حتى شي طرف.